ملخص الجولة الأولى من مباراة اتحاد التورقة والرجاء الرياضي على الجولة 17 من البطولة الاحترافية. اتحاد التورقة في كرة الأولى تحول من الطرف الأيمن والبحث عن تمرير كرة عرضية بين عمر والنمساوي. عمر يلعبها في منطقة الجزاء المتابعة بالراس، عادت مجددا للديابيو. اتحاد التورقة كان موفقا في تعامله مع مجموعة من المواقف الهجومية من الزعزوع يسجل الهدف، لكن بعد العودة للفار تأكد للحكم أنه كان هناك خطأ في بداية الهجمة، وبالتالي يرفض الهدف الأول للاتحاد الرياضي التونسي في هذه المواجهة. سولفت المباراة كرة من زكريا لطفي في منطقة الجزاء المتابعة في القائمة الثانية بالراس، لكن بعيدا عن المرمى عاد الاتحاد التونسي من خلال كرة ثابتة تسدد بإتقان وتألق الحارس أناس سنيتي لإبعاد الخطر عن مرمى. عاد الرجاء ليهدد مرمى الاتحاد، كرة في القائمة الثانية وتألق الحارس عبد الرحمن الحواصي الذي كان نجما للجولة الأولى من هذه المواجهة. الرجاء وصل إصراره للوصول لمرمى الاتحاد التونسي هذه المرة. يسري بوزوك نحو حمزة خاب عاد لبوزوك لزكريا الهبطي الذي استدار وسدد، وتألق لحارس المرمى يسري بوزوك والهدف للاتحاد التونسي من الزحزوح الذي عوض الهدف الضائع وتمكن من تسجيل الهدف الذي يصنع تألق اتحاد التونسي في الجولة الأولى من هذه المباراة. الخامس فرحة المناصرين يصعب وصفها وضع سياق العادي الاعتيادي في هذه الليلة الساخنة في الدار البيضاء. مباراة الرجاء واتحاد التورقة. المدافع وسط مروان المودي لما تغيب الحلول عن المهاجمين يظهر المدافع في طلب الهدف لتسجيل الهدف الذي يساوي الكثير، يساوي ذهبا في الجولة الثانية من هذه المباراة. حماس سروني رجع للوراء، هناك سقوط لحد لاعبين وصول الخضر. يسري بوزوك يلعبها ينشري من عبد الاله حفيدي ينقلب في منطقة الجزاء. في الدقيقة 67 من المباراة، الملعب يقول بعد العودة للفار يعلن عن ضربة جزاء لمصلحة الرجاء في 7 دقائق الوقت البدل ضاع من المباراة. بطاقة لإبراهيم النقاش. عادل سراق أمام الأحواصي، يسري بوزوك أمام الأحواصي. بوزوك ثاني هدف الرجاء في الوقت الميت من المباراة. يسري بوزوك يتمكن من بلوغ الهدف 2-1. نوفل الزرعوني وضربة مرمى للحارس أناس سنيتي، والحكم يولي المباراة بتفوق الرجاء بهدفين مقابل هدف واحد. هنيئا لرجاء رداك للاتحاد التونسي 3 نقاط ثمينة للوصول الخضر في هذه المباراة الهامة من مباريات الجولة 17 من البطولة الوطنية. رداك للاتحاد